كل شيء في المستوى توت ستوب فات الطب. السلام عليكم. انهيار وجنون وصراخ الإعلام الجزائري بعد اكتساح المنتخب المغربي لمنتخب الكونغو بسداسية، والدراج يغمى عليه داخل الاستوديو. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت تتفق معي أن المغرب والجزائر أخوة في الإسلام رغم كل شيء، فاضغط إعجابا للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي على منتخب الكونغو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ب6 أهداف، ليتصدر المنتخب المغربي مجموعته ب9 نقاط بالعلامة كاملة، وهذا الذي جنى جنون الإعلام الجزائري. فقد صرح المعلق الجزائري حفيظ دراجي وقال: هذه مؤامرة من فوزي لقجع الذي أتى بمنتخب الكونغو يلعب على أرض المغرب، والمباراة من المفترض أن تقام في الكونغو، فهذه هي أساليب فوز لقجع من أجل فوز المنتخب المغربي على منتخب الكونغو. فلماذا لا يزال يذهب المنتخب المغربي إلى أدغال إفريقيا ويلعب هنا؟ فكل الظروف متاحة أمام المنتخب المغربي لكي يكسب في مثل هذه المباريات. فإن الفيفا دائما مع فوز لقجع، لأن دائما المغرب تلعب مبارياتها خارج الديار على أرض المغرب، وهذا لا نشاهده في أي دولة أخرى في العالم. وأنا أطالب المحكمة الرياضية بالتدخل ووضع حد لهذه المهزلة. وفي النهاية شاركنا عزيزي المشاهد رأيك حول هذا الموضوع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.